بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن سوريا تمر بوضع استثنائي تاريخي صعب للغاية، قرر العراق أن يتدخل برغم معاناة الشعب من الظروف المعيشية الصعبة والتوتر الاقتصادي، لكن الغيرة والشهامة والكرم والرجولة والنخوة العراقية لها كلمة لا يمكن النقاش بها، فلا يختلف اثنان من العراقيين في التردد بإرسال الدعم والإسناد اللوجستي. اليوم تحديدا من مضيف الشيخ فخر منصور السماوي شيخ قبيلة خفاجة في العراق والوطن العربي، الذي كان له دور مشرف في تقديم المساعدات والحث عليها من أجل إغاثة الشعب السوري. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بتوجيه من قبل الشيخ فخري منصور السماوي شيخ قبائل خفاجة في العراق لدعم الشعب السوري المنكوب، قامت عشائر خفاجة بجمع سلات غذائية ومواد إغاثة للشعب السوري، وإن شاء الله ستنطلق الحملة خلال هذا الأسبوع من قبل دولة العراق إلى الشعب السوري. الغذائية هاي جاهزة بكل المواد، يعني بيها تمن وحمص وعدس وفاصوليا وتمر ودهن ومعجون، وعندي سلات خاصة للأطفال حفاضات وحليب وملابس أطفال واندومي هاي خاصة للأطفال. هاي البطانيات ما يقارب وصلت حوالي 750 بطانية. وهذا التمر همات بعد همات بعد كاملة مع السلات الغذائية الكاملة. هاي السلات هي اللي خلي نشوفها، هاي سلة كاملة تمن 10 كيلوات، بطل دهن، قوطية معجون، فاصوليا وحمص وعدس كله يدخل هنا وتمر. وهذا التمن هذا فيه اطنان التمن، يعني اني كملت سلات غذائيه ما يقارب بالعشر رطل تمن، كملت سلات غذائيه. وبقى عندي هذا التمن، وهذا الجهه همات فيها تمن، هذا ما يقارب هسه عندي 15 طن ما بعد هذا النيتشه ان شاء الله. وعندي بعد اخواننا من عشائر خفاجه لا زال الدعم متواصل. دعم متواصل، يعني خابرونا هسه جايين بالكيان، جايبين جايين. نعم هسه هم جايين، انا منتظرهم، هم جايبين. وعندي بغير مكان هم مسوين سلات غذائيه ومهيئينها، لان انا مكاني ما يصح حقيقه، فخليت بغير منطقه هم تحمل ما يقارب كيتين. وعندي منطقه ثانيه هم بها سلات غذائيه، يعني هسه بس السلات الغذائيه اليميه هاي 2500 سله غذائيه كامله. وعندي اليوم اجهز سلات غذائيه وباجر اجهز قبل الانطلاق، يعني ما يقارب بس السلات الغذائيه يطلع عندي بال 5000 سله غذائيه. ونامل زياده العدد يعني. طبعا نامل زياده العدد. وهذا هل شوف التمن انا بعد لحد الان ما مكمله. وعندي هاي مواد هم الطحين هم بعدني ما مكمله لحد الان، لان تدري احنا بالنهار دوام وهم كل من وعمله، فبالليل نفرغ تجي الشباب ويجهزونه. وان شاء الله هذا اللي نقدر عليه نساعد اخواننا السوريين ان شاء الله. احنا شعب واحد ان شاء الله، بين الشعب العراقي والشعب السوري ان شاء الله. واحنا ما عندنا غير بس نقول المغفره الى ذويهم اللي يتوفوا خلال هذا الحادث، امر الله سبحانه وتعالى، والصبر والسلوان الى ذويهم والشفاء العاجل ان شاء الله لجرحاهم. شكرا جزيلا.